المدرب يستروب قال ايه بعد ما خلصت مباراة الاهلي والجونة؟ قال لك امام عاشور شخص رائع وهذا كان هدفنا من عقوبته. قال لك بقى ايه؟ قال لك اللي هو كان مفيد في الملعب، لعب 90 دقيقة جيدة، سجل هدف، عمل مباراة حلوة جدا، كان ممكن يسجل هدف او اكتر من هدف بعد الاداء الرائع دوت. قام بتفضيل زميله في جائزة رجل المباراة وهذا يدل على انه شخص رائع. يعني هو اساسا اللي اخذ رجل المباراة كان ايه؟ كان امام عاشور، فاداها لمين؟ اهداها لبالعمري. هو اساسا بالعمري هو رجل المباراة وهو اللي انقذنا النهارده يعني. قال لك برضو بعد معاقبة امام عاشور ذكرت اننا جميعا نتعلم من الاخطاء واحيانا يكون العقاب يجعله شخص افضل وكان هذا الهدف من الموضوع. ماشي. اما قال لك برضو عن عمرو الجزار، فطلع عمرو الجزار يا جماعه مصاب حاليا. اما هادي رياض جاء في اخر ايام فتره انتقالات وتحدثت معه في اكثر من مره حول وجود منافسه في مركزه بشكل كبير. ماشي. قال لك واكمله ياسين مرعي وياسر ابراهيم ظهر بشكل جيد. لا، الاثنين مش متوافقين مع بعض، فعايزين ايه؟ نجرب حد تاني يعني. ماشي. النهارده الاتفاق كان سلاولة خالص يعني. ماشي. وقال لك لكن ياسر ابراهيم لن يلعب المباراه اللي جايه اللي هي هتبقى قدام سموحه بسبب الايقاف، لذا سنجري تغييرا في ذلك المركز. اتمنى هنشوف هذا الرياض يعني. ماشي. اتمنى لا ارى بيكهام يعني. ماشي. طيب. قال لك وقال لك ياسر ابراهيم الايقاف بتاعه ده سيهدي فرصه للاعب اخر للمشاركه مكانه. ماشي. قال لك برضو يعني مركز الدفاع ده هناك مراكز تمثل العمود الاساسي للفريق ولا يحدث لها بها تدوير كبير ومنها الدفاع. لا، عاوزين نغير لان اساسا انا مش شايف ياسر ابراهيم مع ياسين مرعي اثنين مش مع بعض اساسا. النهارده كان في كوارث في الدفاع يعني. ماشي. قال لك وبرضه لا اتذكر اني املك لاعبا افضل من اخر، لقد تحدثت مع بعض اللاعبين انهم يحتاجون لوقت معين حتى يشاركوا، وامام الجونه راينا يوسف بالعمري ومحمد علي بن رمضان وامام عاشور وخلص الكلام. قال لك كان هناك تعاونا بينهم وربط كان ممتازا والكرات العرضيه كانت متقنه من بالعمري او سواء من اشرف بن شرقي، ومن الجيد ان نرى يوسف بالعمري يلعب 90 دقيقه ولقد ظهر بشكل جيد هجوميا ودفاعيا وصنع كره رائعه لمروان عثمان اوتاكا لكن اهدرها. في برضه خبر تاني مش حلو معانا اللي هيغيب عن المباراه، برضه مباراه سموحه زي ما قلت لك ياسر ابراهيم، وهيغيب برضه مروان عطيه اهو اسمه اهو. وتلقى ياسر ابراهيم مدافع الاهلي بطاقه صفراء ضد الجونه، وتعد هذه البطاقه الصفراء الثالثه لياسر ابراهيم مع الاهلي هذا الموسم، وبالتالي سيغيب عن لقاء سموحه، ويغيب مروان عطيه هو الاخر عن لقاء سموحه بسبب تراكم البطاقات الصفراء. ويلتقي الاهلي مع سموحه يوم الاثنين المقبل الموافق 23 فبراير 23/2/2026 الجاري في الجوله 19 من الدوري الممتاز الساعه 9:30 مساء بتوقيت مصر. انا حبيت اقول لك على الاخبار ديت يعني، وده كل في الموضوع، ومبروك للاهلي والسلام.